وما عمري فكرت انني غادي نوصل لهاد الشي اللي وصلت ليه، وما عمري فكرت انني نعاودو لشي حد. هادي قصتي. هاد الشي كامل بدا العام اللي فات، وبالضبط في شهر 8 بحال هاد الشهر. كنا مخيمين في اكادير ناشطين، وبحال اي واحد في ديك الفترة ديال العطلة كان خاصني غير نتسارى ونبدل الجو وننسى الهموم. جابتها الوقت واحد صاحبي تقطعت ليه السبرديلة وديناها للخراج يعدلها تما، خليناها ليه ومشينا في حالنا. ومن بعد شي 3 ايام رجعنا ليها، وقفنا لقينا واحد السيد مع الخراز عنده اللحية وكحل ولابس جلابة ودير القب وخا المود ديال الصاد. الملامح ديال داك السيد عمري نساهم في حياتي. كانوا تيهضروا بيناتهم، ومنين شافني داك السيد سكت وشاف في الخراز بحال اللي تيقول ليه سكت بلاتي تيمشيو في حالهم. قلت ليه راه ديك السبرديلة واش مسالية؟ شاف فيا وتقول مات ليه امو تالف غير بوحدو. ما جاوبنيش، بقى كيقلب عليها وهي محطوطة حداه. انا واخا شفتها ما بغيتش نقول ليه والو. دار لعندي وقال لي ساعة وعاود رجع. قلت ماشي مشكل، مسألة عادية، حتى حنا ما عندنا ما يدار. مشينا ودخلنا للمحلابة، كلينا وريحنا في الجردة، ضربنا دويرة ورجعنا عند الخراز. لما نظر اللي شفتو في ديك اللحظة جاني غريب وفي شكل. لقينا داك السيد باقي مع الخراز وكيبكي ويغوت وكيضرب الشلحة. ما فهمناش شنو واقع. الخراز براسو حسيت بيه مخلوع اكتر منه. ما عرفنا ما نديرو، اصلا ما فهمناش شنو كانوا كيقولوا. الحاجة الوحيدة اللي بقات الصورة ديالها قدام عيني هي منين رمى الكتاب على الخراز وقال ليه انا والله تنشعل العافية في كل شي ونشنق راسي ونتهنى. رمى عليه واحد الكتاب ومشى كيغوت. انا والدري اللي كان معايا ما فهمنا والو. الخراز تا هو هز الكتاب وكيقرا القرآن بالجاد. درت عند صاحبي قلت ليه هذا مالو، هز قنبلة ولا شنو؟ من بعد حط الكتاب وبدا كيقرا ومغمض عينيه وحط يدو على راسو. انا الصراحة تخلعت، هزيت السبرديلة وحطيت ليه 10 دراهم وزدنا في حالنا. حنا زايدين والصوت ديال القرآن كيتسمع ليا في ودني. صاحبي قال لي هاد الفقهاء بداو كيحماقوا. صافي مشينا ونتينا المنظر وكملنا التخييمة بخير ورجعنا في حالنا. ودارت الايام وبدينا القرايه، وجات الشتيوه وبنادم خاشي راسو في القوقعه ديالو. جابتها الوقت. واحد النهار مشيت باش نقلب في واحد المكتبه ديال جدي الله يرحمه، عامره كتوبه باقي عقل. كنت بالضبط كنقلب على صفوة التفاسير ديال تفسير القرآن. شويه وانا نحبس شفت واحد الكتاب ودعيت الله كون ما كنت شفتو ولا فتحتو. شمس المعارف الكبرى، هذا هو العنوان ديال الكتاب. فايت شي في هذا الكتاب، ولكن فين بلاتي؟ اخوتي، هو الكتاب النيت اللي كان عند الخراز في اكادير. خوتي قبل ما نكمل لكم، ما تقلبوش على الكتاب وما تحاولوش تقراوه، راه غادي تخرجوا عليا انا الاول قبل ما تخرجوا على راسكم. من بعد ما جبت الكتاب ومن خلال الشوفة الاولى عرفت شي حاجة غادي توقع في حياتي، حيت المنظر اللي وقع في اكادير ماشي عادي. قريت العنوان 3 ديال المرات بشوية، حاولت نفهم المضمون ديال الكتاب من خلال العنوان ديالو. وبحكم ان جدي كان امام وعلامة في الدين ومن الناس المتدينين واللي اثر في حياتي بزاف، ظنيت ان الكتاب هو مؤلف ديني. فتحته وبقيت كندوز في الصفاحي. الشيء الوحيد اللي لاحظته هو ان اللغة المستعملة في الكتاب غريبة ومعمقة.
وكله عامر بالرموز والإشارات. قلت فراسي أواه، جدي كان كيقرا تالماط. عاودت فتحت، بقيت كندور في الوراق، وكل ورقة كنت كنلقى معاه ورقة تانية مكتوبة بخط اليد. والشيء اللي متأكد منه هو داك الخط ماشي ديال جدي. من بعد قدرت نفهم باللي دوك الوراق هما شروحات وتوضيحات مفصلة لداك الشيء المبهم. رجعت للفهرس باش نشوف شنو فيه، ولقيت داك الشيء نيت اللي كتشوفو نتوما دابا في الصورة. قلت هادشي غير تخربيق ديال المتصوفين وداك العالم، ولكن بحكم الفضول ودودة القراءة اللي فيا مشيت للبيسي وكتبت العنوان ديال الكتاب، وتما تصدمت. زاد الحماس ديالي وقلت هادشي فحال ديال الافلام. لقيت بلي الكتاب هو اقوى مؤلف عربي ديال السحر وتحضير الارواح وتسخير الجن. عيني تفتحو. دوزت ديك الليلة كاملة في الانترنت كنتفرج في الفيديوهات وشهادات ديال الناس اللي مات ليهم شي واحد مقرب ولا تقلبات حياته بسبب هاد الكتاب. شوية وبسبب الهول ديال داكشي اللي قريت قررت نتراجع ومنعاودش نقيس داك الكتاب. زدت قلبت وخرجت بخلاصة ان الكتاب محرم في دين الاسلام، وفيه شي حوايج اقوى السحرة اليهود ما قدروش يتحكموا فيها. وقريت باللي كاينين 4 ديال النسخ الاصلية اللي مكتوبة بالخط ديال اليد الكاتب على جلد ديال حيوانات اسطورية، حيت داروا تحاليل وبحوث وما قدروش يلقاو شي كائن عنده نفس الجلد. وكاينين شي فقرات مكتوبين بالدم، حيت على حسب ما قريت المداد اللي خلقو الله ما قدرش يكتب حوايج في الكتاب من شدة الفظاعة ديالها. قريت باللي النسخ المطبوعة هي مجرد تقليد وكيغلب عليهم الطبع ديال التحريف وعمرين اخطاء. الحاجة الوحيدة اللي ما فهمتش هو كيفاش جدي عنده كتاب بحال هذا. ديك الليلة ما نعستش بقوة التخمام. في الصباح مشيت للافاك وانا بالي كله مع داكشي اللي قريت البارح. انا اللي عمري كنت كنامن بشي حاجة سميتها السحر والشعوذة، رغم انهم حقيقة دينية ومذكورين في القرآن، ولكن ديما كان ايماني بالله قوي. واخا ما كنتش فاهم شي حوايج في الديانة ديالنا، ولكن كنت متيقن بلي هاد العالم ديال الماورائيات والخوارق هي مسألة متجاوزة، وبحكم التقدم العلمي والإنساني ولات مسألة بديهية. ولكن من باب الفضول والحب ديال الاستطلاع ما قدرتش نكبت الرغبة ديالي. رجعت للدار ومشيت عند الوالدة بلا ما نبين ليها. بقيت كنسولها على الكتوبة جدي اللي حياته كاملة دوزها في المسجد. اللي فهمت من الوالدة هو ان هادوك الكتب نايض عليهم صداع كبير، بحيث ان وزارة الثقافة دارت المستحيل باش تاخدهم. اخر مرة جاو شي خبراء من العراق في 2009 وعينوا الكتوبة وتصدموا، حيت لقاو شي كتوبة من العصور الوسطى، كتوبة بالعبرية والعربية وحتى الرومانية، لدرجة ان الدولة عطات العائلة تعويض مالي كبير غير باش ياخدوا الكتوبة. ولكن كل مرة كانوا كيرفضوا، حيت مآمنين باللي داك الشيء إرث عائلي. راسي بقى كيحرقني وحرت واش نقرا ولا نبعد، خصوصا مني عرفت باللي راه محرم شرعا. مجرد القراءة ديالو كتعتبر شرك بالله. ولكن حتى انا فحال اي واحد كنت كنقول اش من محرم ولا ديال القيادة، انا راه غير غادي نقرا ونثق في راسي احسن من الناس اللي كيرتكبوا المحرمات ديال بصح. واصلا كنت كنقول من المستحيل مجرد القراءة ديال الكتاب تأثر عليا ولا تزعزع النفسية ديالي. ولكن مع الأسف نسيت أنني مجرد عبد ضعيف ورميت بروحي في العافية. وكما كيقولوا السخونية د الراس كترجع بالبرودة. نعلت الشيطان وبعدت على الكتاب، ودازت الأيام تقريبا شي شهرين نسيت المسألة د الكتاب. واحد النهار
كنت كنتسارى في واحد الجروب ديال الرعب، وبنت لي واحد البنت لبنانية كتعاود كيفاش قرات نفس الكتاب وطبقات داكشي اللي فيه، ولات كدير شي حوايج غراب ماشي اي واحد يديرهم. في الاول ما ثقتش بداكشي، ولكن من بعد ما دخلت هدرت معاها وبينت ليها بلي عندي الكتاب ومهتم وباغي نقراه. في الاول ما تيقاتش بلي عندي الكتاب، صورت ليها وصيفط ليها منه شي صفحات، وتفاجأت كيفاش طلبت نمرتي وعيطات ليا من لبنان. هدرت معايا وكتزوقني باش ما نقراش، قالت لي راه ندمات، ولكن الصراحة انا ما بغيتش نبان خوف قدامها. ما سمعت لهاش وقررت نقرا الكتاب باش ما كان الثمن. قررت نقرا الكتاب باش ما كان الثمن، ومن سوء الحظ ديالي تصادف هذا القرار الغبي مع نهاية العطلة المدرسية. النهار الاول فقت في الصباح، توضيت وصليت الصبح وسديت الباب د البيت وحطيت قدامي الكتاب وورقة وستيلو. عمري نسى ديك اللحظة. بقيت كنقلب في الغلاف والدار ديال الكتاب وقريت كلشي حتى الكتابة الصغيرة كاع، وفتحت اول صفحة والكلمة الاولى اللي قريتها هي الحرق. كانت مكتوبة كبيرة ومدورين عليها بقلم الرصاص. اواه كيفاش الحرق؟ دزت للمقدمة وقريتها 3 ديال المرات وتقول واش فهمت حرف واحد. الكتابة بالعربية ولكن اللغة والنطق ما مفهومينش. يلا فهمت شي كلمات بساط. في ديك اللحظة تفكرت الوراق اللي كان وسط الكتاب، نط كنجري باش نقلب عليهم، وفي الاخير رجعت للبيت ديالي ولقيتهم حدا الكتاب. قلت يمكن غير ما شفتهمش. دوك الوراق كانوا مكتوبين بقلم الرصاص وبواحد الخط جميل، لدرجة بعض المرات كنت كنسمح في الكتاب ونبقى نقرا غير دوك الوراق. كانوا منظمين ومرقمين، واي حاجة في الكتاب كان الشرح ديالها بالتفصيل في دوك الوراق. 15 يوم كاملة ما شعلت لا بيسي لا تلفازة. كنعس بالنهار وكنفيق بالليل باش نقرا الكتاب، وكنسجل الملاحظات وكنرجع الناس. كنت كنقول لدارنا راه عندي امتحان وخاصني نوجد ليه. الصراحة ديك 15 يوم عشت في واحد العالم تاني. واخا كنت مخلوع، ولكن عرفت شي حوايج اللي ما يمكنش العقل البشري يصدقهم. ما كنتش كنقدر نكمل شي حوايج، كيفاش تقدر تقتل ادمي بالسحر، كيفاش تتحكم في قوم ديال الجن، وبزاف ديال الحوايج ما نقدرش نقولهم حيت داخلين في الشرك بالله. لمدة كاملة اللي قريت فيها هاد الكتاب استغربت من الناس المتدينين اللي عندهم واحد الرهبة والخوف من واحد الكتاب اللي عنده طابع اسلامي. وهادشي اللي ما قدرتش نفهم، كيفاش الدين ديالنا عنده علاقة بالسحر الاسود. حيت في مجمل الكتاب الكاتب كيستخدم آيات قرآنية وأدعية وحتى أسماء الله الحسنى في الطلاميس وطقوس تحضير وتسخير الجان، وفي بعض الأحيان كيتقلب 360 درجة للكفر والإلحاد بشي هدرة وطرق أستغفر الله. نرجعوا للوقت اللي ساليت فيه القراية ديال الكتاب، 20 يوم بالضبط، منها 5 أيام ما مشيتش لافاك. نهار ساليت الكتاب حسيت براسي مثقف في واحد الشيء اللي قلة نادرة قدرت توصل ليه في هذا الكون، واللي هو الدمياطي. رجعت الكتاب لبلاصتو وحمدت الله ما وقع والو، بل بالعكس زاد الايمان ديالي براسي وترسخ عندي المعتقد ديال داكشي غا اساطير وخزعبيلات. دخلت نتكونيكطا ولقيت الميساجات ديال سراي اللبنانيه كتسولني فين وصلت وعلاش التليفون طافي. جاوبتها باللي كلشي مزيان وباللي ما وقع والو، وقلت ليها باللي القراءة ديال الكتاب كانت تجربة مغنية وباللي داكشي غير خزعبيلات. صيفط الميساج وبقيت كنتسنى. من بعد سحب لي بلوكاتني، ولكن لقيت الكونت ديالها تبلوكا. ما فهمت والو، بقيت كنصوني في النمرة مطفية وجاني واحد الوسواس خايب.
بقيت كنقول البنت انتحرات ولا قتلوها الجنون. البنت غبرات ولحد الان ما لقيتش ليها الاثار. بالي كله معاها حيت هي الشخص الوحيد اللي لقيته قاري الكتاب. اغلب الناس اللي هدرت معاهم يا اما غير سامعين بيه ولا ما قدروش يكملوها بالقرايه. من بعد شي ايام ولاو كيوقعوا لي شي حوايج غراب، ما بقيتش كنقدر نفصل بين الاوقات. مثلا 3 د العشيه كيصحاب لي 8 ديال الصباح. وليت ما كنهضرش بزاف والناس لاحظوها فيا بزاف حيت كنت ضحوكي وعزيز عليا النشاط. وهاد الشي غير البداية. وليت كنحس بواحد الاحساس في شكل نفس الاحساس مني كيكون الواحد كيهضر وسط الالاف ديال الناس. كنحس براسي وسط الجمهور ديال عباد الله. في الاول حاولت نقنع راسي بلي هادشي مجرد تاثير ديال ديك الخلعه ديال هداك الشيء اللي كنفكر فيه وديال داك الشيء اللي قريت في الكتاب. ولكن من بعد الامور بدات كتزيد بواحد الوتيره رهيبه. فقت واحد النهار ولقيت في يدي بجوج شي حاجه اللون ديالها قهوي. سحابني شي صباغه ولا ستيلو اللي قاسني. مشيت باش نغسل داك الشيء ولكن ما بغاش يتحيد. وريته للوالده وهي تصدم. جلستني وبقات كتقرا عليا القران وجابت لما زمزم وشربتني منه ورشاتو عليا. وقبل من هادشي كامل عيطت لواحد الفقيه صديق العائله وقالت له يجي ضروري. انا عرفت ديك الساعه باللي مشيت فيها ديال بصح وباللي الكتاب غادي يوريني شغلو. جا السيد وراتو الوليده شنو كاين وانا مخلوع وما قادر نقول والو. وبدا كيسولني شي اسئله غريبه. واش كتحس بشي حاجه نورمال في الطواليت؟ واش قريتي شي ورقه فيها كتابه غريبه؟ وانا كنجاوبو. والمهم عندي هو ما نجبدلوش الكتاب. من بعد شرح لي بلي هادشي اللي في يديه هو الحنه وشرح لي بلي البارح كان العرس ديالي وتزوجت من جنيه. غير قالها غوت واحد الغوته سناني بغاو ينقزو. عمري تخلعت فحال هكا. بقيت كنقول اش داني لهادشي وكيفاش غادي نشرح ليهم بلي قريت الكتاب. بقى كيهدأ فيا قال لي ما تخافش غادي نبطلوا هاد الزواج باذن الله. ناض جبد واحد الكتاب وجبد حفنه ديال الملح وقال لي نشدها في يدي. الوالده واقفه حدايا بدا الفقيه كيقرا عليا حتى لواحد اللحظه ناض جمع حوايج وزاد. حنا كنهضروا معاه هو بحال الا تزيزن. تصدمت انا في ديك اللحظه والوالده تابعاه حتى الزنقه. هو غير فات باب الدار بدا كيجري. ما بقيت عارف ما ندير وجاتني البكيه في ديك اللحظه ولكن ما بغيتش نبين للوالده. وانا قلبها ضحك قلت لها صافي درنا لاباس مراتي غادي تجيب لينا اللي بغينا ولينا مناسبين معاشا مهاروش. الوالده شافت فيا واحد الشوفه اقسم بالله حتى 20 عام في حياتي ما عمري ما شفت بحالها. بحال الا راني في حبل مش ناقه وغادي تشوفني اخر مره. عنقت الوالده وقلت لها راه ما غادي يكون غير الخير باذن الله. الصراحه هي تعذبت معايا بزاف. دوزات ديك المرحله غير هزه المصحف وتابعاني كتنعس حدايا وكتبقى حضياني وكتدعيلي. انا في ديك الايام ما كنت كنبين ليها والو بالرغم من العذاب النفسي اللي كنت فيه. في النهار كنكون تالف ما كنعرف لا وقت لا زمان. بعد المرات كيسحب لي حنا في 2012. وفي الليل كان العذاب الاكبر. كنعس وكنبقى نحلم بشي حوايج يقدروا يدفعوا بنادم للانتحار. ما نقدرش نقول لكم شنو بالضبط ولكن الحلمه اللي كنت كنحلمها بزاف هي انني كناكل راسي. وليت عايش بواحد الشكل اللي واخا نوصفو لكم ما غاديش تقدروا تخيلوه. دازت الايام اللي ما كنتش قادر نحددها بحكم عدم الادراك ديالي. والشيء اللي كنت داير في بالي هو ان هادشي مجرد صدمه نفسيه والتبعات ديال الخوف. حتى لواحد الليله ضربتني الفيقه مع 3 ديال الليل بالضبط. لقيت راسي كلي دم. في الاول صحاب لي كنحلم من بعد لقيت راسي راعف.
وقفت بلا ما تحس الوالدة وغسلت وبدلت ورجعت نعست بالزربة. والغد ليه تعاود نفس السيناريو وفي نفس الوقت. قلت غير صدفة، ولكن النهار الثالث قررت نبقى فايق حتى 3 د الليل. تما عرفت بلي هادشي ماشي نفسي وماشي عقلي، هادشي بصح. شفت حتى عييت وقلت كلشي للوالدة. ديك الليلة كاملة دوزتها بكا، وكانت غادي تحرق الكتوبة كاملين. باقي عاقل 5 الصباح وميمتي كتغوت بحال شي حمقى، حيت هي اللي عارفة شنو دات على جدي. بقينا هكاك حتى للصباح ومشينا للطبيب، ولكن كل ليلة كانت كضربني الفيقة مع 3 ديال الليل في وسط الدم، لدرجة ديما لقيت نفنيفي. وتطور الأمر، وليت كنحس براسي غريب، بحال الا هزت شي تقل على ظهري. الوالدة هدرت مع واحد السيد من العائلة وقال ليها بلي غادي يجيب لينا واحد الفقيه مجهد من تارودانت، من هنا شي 5 أيام. انا في ديك الليلة ما دانيش النعاس، وقلت نخرج نضرب دويرة. وكانت 4 ديال الليل، وكان فبراير ديك الساعة. حس بندم ما كاينش، بقيت غادي وكنخمم. عمري في حياتي ما حسيت براسي في داك الوضع. الخوف ما حسيتش به والو، حتى لقيت راسي وسط الواد. الواد شهر 2 و4 ديال الليل والمنطقة ديال لوكوس. الواد جا خرج المدينة. جلست شوية وبقيت كنرمي الحجر وكنقول في خاطري دابا يخرجوا ويقتلوني، اصلا ما بقى قد ما فات. عييت جالس ورجعت في حالي. وصلت لواحد الحومة حدا الدار، وبحكم كنت لابس جاكيطة وطاقية شافني واحد العساس وصحاب لي خارج نكريسي. هز الزروطة وتم جاي لعندي. انا ما عرفت شنو وقع لي في ديك اللحظة. شفت فيه وقلت ليه مالك. والله اخوتي في داك الليل ما كملتها حتى شفت العساس تهز في السماء وتحط. شفت هداك المنظر ما فكوني غير رجلي. جريه وحده حتى للدار وهكاك وما مخلوعش. دخلت ونعست، وفي الصباح سمعت بنادم كيقول العساس ديال المنصور ضرباتو طونوبيل وهربات. ما قلت والو، لحد الان ما عارف شنو وقع ليه. اول حاجه جات في بالي هي انني بصح تزوجت بجنيه، ولكن علاش باقي ما شفتهاش. داز عليا هادشي كامل، ولكن باقي متشبت بالفكرة ديال هادشي اللي كيوقع لي غير تهيؤات وتخيلات، وباللي مرضت راسي بقوة التفكير والحرب النفسية اللي شناها عليه الكتاب، لدرجة انني كندخل الجروبات والمنتديات اللي كتناقش عالم السحر والدجل، وكنبقى نعطي آراء وأطروحات اللي كتنتقد وكتكذب عالم الغيبيات. بالرغم من داكشي اللي كنت فيه بقيت متشبت بالجانب الروحي والديني، الصلاة والإنصات للقرآن. حتى لواحد النهار دخلت في نقاش مع واحد الدكتور نفسي، وعرف باللي أنا قاري الكتاب. هاد الدكتور هو من أصل جزائري ولكن كيعيش في اليونان. عاود لي باللي واحد المرة كان في مؤتمر ديال الطب النفسي، وكانوا كيناقشوا موضوع مرتبط بالأزمات النفسية والعلاقة ديالها بالسحر والشعوذة. ومن النقط اللي ركزوا عليها هي الكتاب ديال شمس المعارف. في الأول كان المجرى ديال النقاش كيصب باللي مجمل التعاويذ والطلاميس اللي في الكتاب هي طرق كتأثر بشكل مباشر على العقل الباطني واللاواعي ديال الإنسان. ولكن من بعد تصدموا منين واحد السيد تقدم وجاب معاه ولدو في عمره 17 عام، وكان قاري الكتاب وقدر يدير حداهم شي حوايج في شكل. الدري ما عمره ما قرا شي لغة، وفي كل مرة كانوا كيطلبوا منه يهدر بشي وحدة كان كيهدر معاهم. في داك المؤتمر هدر معاهم 27 لغة بأصوات مختلفة. تعجبوا لدرجة أن النظرية العلمية ديالهم ولات أضحوكة قدام الناس.
انا كنت كنحاول نصبر راسي، ولكن هاد السيد جمد لي الماء في ركابي، بحال الا قال لي بلا ما تبدا تكذب على راسك. من داك النهار وانا ما كنعش، ما عرفتش باش تبليت، كلشي رجع كيبان لي وطا، ما بقيتش كنخاف من والو. كيفاش غنخاف؟ كاين شي حاجه اكثر من هادشي؟ وليت مريض وما بقيت لا كناكل لا كنشرب. التصرفات ديالي ولات غريبه، وبنادم بحال الا ولا كيحس بشي حاجه من جهتي. باقي عاقل واحد المره كنت جالس في قهوه شعبيه في الحومه، حتى جات الصافيط ودخلوا البوليس كيهزوه كيضربوا في بنادم من الطرف، لدرجه ان كلشي داوه. بقيت غير انا والدري اللي معايا وقفوا حدانا وقالوا السلام عليكم وزادوا. الدري اللي كان معايا كان هز معاه الحشيش، لقيته مصدوم فيا حال فمو. لافاك ما بقيتش كنمشي ليها، وفي الليل ديما الاحلام والرعيف. حتى جا واحد النهار، كان نهار الخميس، حلفت بالله تنخرج ليها نيشان، حيت كنت قريت فيه واحد الجملة باقي عاقل عليها: يوم الخميس يلتقي قرني الشيطان ويطفو شره عن الإيمان. يعني بالدارجة الخميس ليلة إبليس. فقت في الصباح مزروب بحال إلا غادي نسافر، دوشت وخديت البورطابل من عند اختي. الصباح كامل دوزتو تصاور مع الوالدة، حيت ما كانوش عندنا تصاور بجوج مع بعضنا. الوالدة حسات بشي حاجة، واخا ما بينت ليها والو، ولكن عرفاتها. بقيت كنفكر شنو باقي خاصني ندير. مشيت للقهوة وسط الصداع، وبنادم عجيب كيضحكوني وكنسلمو. بدات الشتا كطيح وتحركت لدارنا. دخلت وتوضيت وصليت، بقيت كنتسارى في الانترنت حتى حسيت بكلشي نعس، ومشيت جبدت الكتاب. في الكتاب كاين واحد الجزء ديال تحقيق الاماني. انا في ديك المرحله كنت نقدر ندير اي حاجه غير نتفك من هادشي اللي عايش فيه. كاين بزاف ديال الطرق، ولكن الوحيده اللي فهمتها هي ديال واحد الجدول فيه شي رموز، نص ساعه وانا كنقل فيهم، و39 خانه كتعمرهم باسماء الله الحسنى، وكدير بزاف ديال الحوايج ما غاديش نقولهم حيت بنادم غيمشي يديرهم. ساليت وتمنيت وجبدت واحد الجنويه وحطيتها حدايا وتكيت، وبقيت فايق وكنخمم واش هادشي بصح ولا غير كنزيد نغرق راسي. النعاس والو والخلعه متكيه معايا. بديت كنتفكر شي حوايج في الكتاب. مشيت شعلت الضو وبقيت جالس كنتسنى الصباح. شويه طفى الضو، شعري وقف لي وكرمت في بلاصتي، ما قدرت حتى نرمش. دازت مده وانا هكاك بقوة الخلعه. القران ما بقيتش عاقل عليه. منين حسيت بلي السكات وما كاين والو، مشيت كنجري وشعلت الضو وشديت البيسي وبقيت كندعي تطلع الصباح. بحكم الخلعه اللي كانت فيا والمده اللي ما مشيتش فيها لافاك، مشيت لبست عليا ومشيت في 6 ديال الصباح. ومع لافاك جيت خارجه شي شويه من المدينه، قلت نجلس شويه في الغابه وما نبقاش في الدار. شديت طاكسي، وصلت ولقيت الدنيا كتصفر والبرد بنادم ما كاينش ريحتو. جلست في واحد الكرسي ودرت الموسيقى في ودني. شويه وانا نسمع صوت بحال ديال شي بنت صغيره. حيدت تليكيت وما لقيت والو، وماشي صوت في الاغنيه. وانا نسمع اشراف، نقزت من بلاصتي، كندور في جنابي ما لقيت حتى شي حد. مع رجعت نجلس هو يعنقني شي واحد، تعنيقه ديال بصح بحال الا ديال بنادم.
نضت كنجري بحال الا شعله فيا العافيه، كنغوت والخلعه وبوحدي، حتى سمعت نفس الصوت. سمعت حتى انا اول مره فاش شفت ادمي تخلعت. انت غير سمعتيني باغي تموت. منين قلبي ما سكتش في ديك اللحظه عمري باقي طويل. والله خوتي تا بغيت نغوت، ولكن اللغه مشات، الدموع نزلوا لي غير بوحدهم. بديت كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبديت كنقرا ايات الكرسي وانا نبكي. وصلت للجزء ديال وسع كرسيه السماوات والارض وانا نسمع الصوت. كملها تا الاخر وضحك وقال لي نكمل لك السوره تا الاخر، راني مسلمه بحالك. صافي ديك الساعه والله تسخفت، سخفت، غيبت. ومنين فتحت عيني لقيت راسي مجبد، والصوت في ودني وكيهضر بواحد اللهجه حنينه وبالدارجه بحال ديال الناس اللي عايشين في الخارج. ما فهمتش داكشي اللي سمعت، ولكن بقيت كنقرا القران بالجاد والصوت في ودني كيقرا معايا. منين شفت راسي بديت كنخربق حبست وبقيت كنقول بالجاد اشراف، هادشي راه غير كتخيلو وغير في راسك. الصوت سمعته هدر وقال لي شوف داك الكاميو في الطريق. كنديز واحد الكاميو مع شفتو جاي، كنت غنوض نجري عنده بقوة الخلعة حتى سمعت 1 2 3 وهو يتقلب الكاميو. والله اخوتي الا ما كانش غادي حتى 20 كيلومتر في الساعة وتقلب على جنبو. ديك اللحظة تمنيت الموت تديني وما نبقاش عايش. مشيت كنجري للكاميو وانا مخلوع اكتر من مولاه. وقفوا شي طونوبيلات وتجمعات الجوقة والشيفور خرج ما وقع ليه والو وانا مخشي وسطهم. ماشي باغي نحضر لداك الشي، ولكن خايف نبقى بوحدي. الشيفور كيعاود للناس وكيقول لهم هاد الولد شاف كلشي، حيت بوحدي اللي كنت حاضر. وانا بقوة الخلعة كنقول ليه ما شفت والو، انا ما شفت والو. ما عرفتش واش نرجع للدار ولا نشد الارض. شويه تفكرت الوالده منين كانت كتبغي تضحك معايا وكتقول لي انت فتي 16 ديال بنادم، انت وصلتي ل 16 ديال الجنون تحمقهم. واخا كنت في قمه الخوف ديك الساعه، ولكن ضحكت من قلبي حيت امنت بديك الفكره ديال الهضره د الوالدين ديما بصح. مشيت رجعت وجلست شهدت وقلت شنو اخرتها؟ ياك الموت؟ مرحبا بيا. المهم تكون عندي قصة زوينة نعاودها في جهنم احسن من فرعون وهيفاء. بقيت كنفكر شنو نقول باش يرجع الصوت، حتى سمعته هدر. تيقتي ولا نزيد نأكد لك؟ انا في ديك اللحظة سكت وما عرفت ما نقول. صوتي باين مخلوع وحاولت نهدر ونسولها شنو بغيتي. قلت لي ما تخافش، مادام انت اللي طلبتيني راه ما غاديش نقدر نأذيك. قبل ما تكمل الهدرة قطعتها وبديت كنغوت، انا راه ما طلبت والو بعدي مني. حتى حسيت بواحد الطرشة في وجهي. لدابا كنعاود وحنا كيضروني. سكت وبحال الا شربت البنج، بقيت غير حاني راسي وكنسمع داكشي اللي كان كيدور في بالي والاسئله اللي بغيت نعرف الجواب ديالها. فهادشي كامل جاوبتني عليهم في الحدود اللي بغات وبلا حتى ما نسولها. اول حاجه شرحات لي هي انني كنت ساكن في دار محصنه. من بعد عرفت باللي جدي اللي حصن الدار باش ما يدخل ليها حتى شي اذى، وما كون راني ميت وكلشي اللي عايشين معايا كون راه حماقوا ولا انتحروا. الخطأ اللي درت هو انني كنت كنقرا بصوت مرتفع، اي حاجه ما قدرتش نفهمها. عرفت باللي الكتاب فيه تلاميذ واستدعاءات، مجرد تحريك الشفاه اثناء القراءه ديالها تقدر تحضر وتسخر ابناء جنسها.
باللي داكشي اللي عايش فيه مجرد تهديدات ومضايقات بسيطة بحكم انهم صعيب يدخلوا للدار. تما فهمت في ديك اللحظة المصيبة اللي طحت فيها. منين كنت كنقرا وصلت لواحد الفصل فيه الزواج مع الجن. هاد الجزء كان مشروح مزيان في الوراق. بقيت كنقرا ونعاود بصوت مجهد وبلا صوت وبصوت خافت حتى خرجت فاهم داكشي كامل. وفي ديك اللحظة صادف انها كانت قريبة مني وهي اللي طاح عليها الاختيار. بحكم هما عندهم الزواج بآدمي شي حاجة كبيرة ما تعطلاتش وقدرت تدخل للدار بسهولة بحكم انها مسلمة. داك الصباح كامل ما تزعزعتش من بلاصتي. والغريب هو ان صحابي جاو عندي وحتى واحد فيهم ما لاحظ انني جالس حداهم بحال الا ما كنبانش. قبل ما كنت كنسول كانت كتجاوب حتى وصلت لواحد المرحلة طارت مني شوية الخلعة وطلبت نشوفها ولكن رفضات وقالت لي باللي الجن عندهم القدرة 40 مرة باش يتشكلوا. قالت لي باللي باقا صغيرة وغادي تحتاج الفرص ديالها مع الوقت. سولتها شحال في عمرها وصدماتني 240 سنة. وقالت لي باللي هي من قبيلة معروفة بالزين يعني كيشبهوا الآدميين غير ودنيهم طويلة علينا. قالت لي باللي من بعد غادي نقدر نشوفها. ارتاحت ليها وداك الخوف كامل بديت كنساه. وسولتها واش غادي تبقى تحضر لي اللي بغيت. ضحكات وقالت لي باللي هي فقيرة ومسلمة وما تقدرش تقيس الحرام. الحرام على حساب ما شرحت لي هو داكشي اللي كيديروا الجن المسخر ولا المتعاون مع السحرة. كاين شي حوايج في العالم ديالنا حنا بساط ولكن في العالم ديالهم كتشكل ثروة. الجن كيتعاونوا مع السحرة وكيلبيو ليهم الطلبات ديالهم اللي كتكون معلومات آذية بشر مقابل قرابين وهدايا اللي في الغالب كتكون عتروس كحل ولا بخور. وفي حال هاد الحوايج كيشكلوا ثروة الجنون. سولتها على بزاف د الحاجات ولكن الأغلبية مبغاش تجاوب خصوصا الغيبيات. فوقاش غنموت شنو غنخدم حيت قالت لي هي مسلمة والله بوحدو اللي عارف الغيب. آخر سؤال قلتو ليها هو واش الجنون كيعيشوا غير في المغرب. الخلاصة ديال داكشي اللي قالت باللي الجن كانوا تابعين لسيدنا سليمان. الشيء اللي فرض عليهم انهم يكونوا كلهم عرب والمغرب كان ابعد نقطة في داك العهد وبالتحديد جبال الاطلس كان فيها اكبر سجن للقوم ديالها. هما مخلوقات نورية وسيدنا سليمان ما كانش كيقدر يعدمها وكان كاين فيها المغرب. الاغلبية الى تنفى واحد من الاهل ديالهم كيرتكبوا المعاصي ويتبعوه باش يعيشوا مجموعين. الشيء اللي جعل المغرب هو اكتر بلد استوطنوه وهاجروا ليه من بعد الموت ديال سيدنا سليمان. قلت لي باللي العالم كامل فيه الجن وكل منطقة على حساب الثقافة ديالها اش كيسميوهم اشباح كائنات فضائية. قبل ما تمشي في حالها قلت لي باللي راها شافتني شنو درت البارح وضطرات تخاطبني. قلت لي باللي داكشي اللي درت قدرت نستدعي واحد من اكبر المرضى. قلت لي باللي عقدت معاه اتفاق باش نلبي ليه طلباته ويلبي لي طلباتي. قلت لي باللي كيبان في صفة قط كحل. قلت لي غيبان لك غنتا. انا في ديك اللحظة طمعت وقلت في راسي غنطلب منه يبعد عليا هادشي كامل ولكن هي حسات بيا عرفاتني فاش فكرت. قلت لي راه غادي يطلب منك تشرب الدم.
اخر كلام قالتولي هو انها ما غاديش تقدر تعاونني بوالو، وباللي الاهل ديالها كيستعدوا باش ننقل روحي عندهم. اغلب كلامها ما فهمتوش، والشيء اللي كنت كنطلبو منها هو نشوفها، ولكن ما كانتش كتبغي. رجعت للدار والخلعة الطريق كاملة وهي ما فرقتنيش. واش حماقيت؟ واش كنحلم؟ كي غادي ندير نعاود للناس هادشي؟ غير دخلت لقيت الوالدة معصبة، قلت لي فين كنتي؟ نعيط لك في التليفون. لقيت الناس جاو من تارودانت. اول حاجة سلمت عليهم ونقز واحد فيهم، مالك ولدي على هاد التحسينة؟ هاد خينا كان هو الصغير فيهم وما بيناش عليه فقيه. كانوا 4 وكلهم جالسين وكيشوفوا في الوالد اللي ما كانش مسوق ليهم. من بعد ناض مشى بحالو منين نحس بيهم مخلوعين منه. جلست وعيطنا للوالدة وبقينا كنشرحوا ليهم الاعراض ديال داكشي اللي دزت فيه. طبعا ما عاودت ليهم والو من داكشي ديال الصباح وحتى داكشي اللي كنت مخبى على الوالدة. في الاخير الوالدة قالت لي سير جيب الكتاب يشوفوه. غير سمعوا الكتاب هدروا في دقة، اش من كتاب؟ وجاوبتهم شمس المعارف الكبرى. واحد وقف مخلوع وبدا كيغوت يلا في حالنا، واش انت احمق ولا مريض؟ كان هو اللي مخلوع فيهم وكيسولني واش قريتو في الدار. كثرت الهضره وكثرت الغوات والوليدة خلعات، بدات كتزوق فيهم يوقفوا معانا. كلهم كانوا مخلوعين وما قدرش يقربوا للكتاب الا واحد فيهم هو الصغير. شدو بقى كيقلب فيه، حسيت بيه ما تخلع ما والو، بالعكس فرح. والناس اللي كانوا معاه كيقولوا لي حط داك الشيء وكينهيوه. بقيت كنهضر مع واحد فيهم السي موحى تارودانتي، والجوج الاخرين غير ساكتين وكيشوفوا فينا. السي موحى شرح لي انني من بعد ما قريت الكتاب وليت مشرك، وباللي حتى شي فقيه في الدنيا ما يقدر يحط يدو عليا ولا ياثر عليا بشي حاجه، بل بالعكس يقدروا يأديوا شي حوايج جبتهم من الكتاب. انا في هاد الحاله وليت خطر على كل شيء، راسي وعائلتي وحتى اللي غادي يحاول يعالجني دينيا. هادشي ما خلعنيش حيت كنت عارفه، ومن بعد داكشي اللي وقع لي في الصباح هادشي ولا عندي عادي. موحى هضر بزاف وعلى حوايج في شكل، مثلا المسألة ديال الجنية اللي تزوجت بيها وكيفاش انها من المستحيل تبعد مني حيت انا من سلالة سليمانية. هادشي مفخرة كبيرة ليهم ومستحيل تضيع زوج في حالي من بين يديها. شرح لي ان انثى الجن الا تزوجت بادمي ما يمكنش تفرق معاه الا اذا مات، وما عندهاش القدرة تتزوج من بعده. هادشي ما فهمتوش ديك الساعة حيت كان بالي مع خينا اللي كيقلب في الكتاب. من الاول كاع ما ارتحيت ليه، عيط لي وقال لي بلي ضروري خاص ياخد معاه الكتاب حيت بيه غادي يقدر يبعد عليا هادشي ويفكني، ولكن عرفتو كذاب وما غينفعني معاه غير الكذوب. قلت ليه راه خرجت لي معزة في المنام، وقالت لي الا خرجنا الكتاب من الدار غادي نخرجو روح اللي بقى في يدو. خونا تخلع وقال لي اعوذ بالله، جبد البورطابل وبقى كيصور شي وراق وحاضي صحابو اللي يشوفوه. جوج فقهاء اخرين عيط لي واحد منهم وبقى كيسولني على الاحلام. بديت كنعاود ليه وهو متبع معايا. بغيت ندير فيها زعما دكتور وقلت ليه راه الاحلام غير حالة تصورية. ساعة صدمني وكمل لي داكشي اللي كنحلم بيه بالتفصيل، ومشى عند صاحبو وبقى كيوشوش معاه وانا جالس وكنخمم واش نعاود ليهم داكشي اللي وقع لي وداكشي اللي سمعت في الصباح ولا نسكت، راه غير كنت كنتخيل. خونا مازال كيصور وموحى كيشرح للوالدة، ودوك الجوج كيهضروا وهما كيشوفوا فيا.
الهدرة الوحيدة اللي بقات في ودني من الفم ديال موحى هي نطلبوا من الله يموت على ملة الإسلام. شنو الذنب اللي درت انا في حياتي باش نستاهل هادشي كامل؟ كل نهار كنسول راسي نفس السؤال، واش انا ماشي بشر؟ ممكن نغلط ومن حقي نتوب. كيفاش انا اللي كنت كنضحك على اي واحد كيهضر على الجن وهاد العالم رجعت تضحك فيا؟ خايف نعاود هادشي للناس ويسحب ليهم وليت حمق. شحال هادي اكبر مشكل كان عندي هو نفاليدي في القرايه، ودابا وليت باغي غير نبقى بعقلي. جلسني موحى حداه وبقى كيهدأني، واللي فهمت من هدرته هو انني الا بقيت عايش ما عمري غادي نكون طبيعي بحال الناس. قال لي انني خاصني نصبر ونتحمل العواقب ديال الاخطاء ديالي. هدرنا وتناقشنا في بزاف ديال المواضيع، وعاود لي قصص د الناس حطوا يديهم في السحر من باب المعرفة حتى كلهم الطمع ولقاو راسهم في وسط بحر ديال المصايب. السيد صدمني ماشي بالخلعة ولكن بالمستوى الثقافي اللي عنده، رغم انه ولد البادية والتعليم ديالو بسيط. تناقشنا في بزاف ديال المواضيع وكيفاش ان الانظمة الاجتماعية كتحاول تخلي هاد العالم ديال الماورائيات معتم وتصوروا للناس على انه مجرد خزعبلات، بالرغم من ان العلم الحديث والتقدم التكنولوجي فشلوا في التفسير ديال بزاف ديال الحاجات. هادشي كامل باش يجذبوا الثقة والطاعة العمياء للأنظمة الإنسانية فقط. استفدت منه بزاف ديك العشية. كنت كنقول انا كيفاش غادي نقرا كتاب وغادي يخربق حياتي. ما بقيتش عارف واش نتيق ولا نجمع حوايجي ونمشي لشي بلاصه بعيده فين ما يلقاني حتى شي حد. كملنا الهضره وخرجنا بخلاصه باللي الحل الوحيد هو المساعده ديال شي دجال قاطع يدو من يد الرحمن، مشرك بحالي، هو اللي غادي يكون كيتعامل معاهم ويقدر يقنعهم باللي داكشي اللي درت مجرد خطأ وعن غير قصد. الفقيه الصغير حط الكتاب وجا دخل معنا في النقاش وقال لنا باللي كاين واحد السيد اللي دارس الكتب كاملين ديال هادشي ويقدر يكون قاري شمس المعارف، وهو الوحيد اللي يقدر يعاوننا، وغادي يمشي عنده ويجيبو من الخميسات. خدا الارقام ديالنا وقال لنا غادي يعيط لنا في اقرب وقت. تعشينا ديك الليله وقراو شويه القران وناضوا يمشيو في حالهم، بقاو كيدعوا معايا بلا ما يقربوا لي ولا يمسوني. خرجت معاهم وبقى موحى كيوصيني باللي خاصني نصبر هاد الايام وما نخرجش بزاف. قال لي باللي اللحظه اللي قررنا نواجهوا هادوك حتى هما غادي يحاولوا ينتقموا مني، وخصوصا العائله ديال هاديك غيديروا المستحيل باش نبقى معاها. خداو 2500 درهم داك النهار، منها فلوس المركوب ديال السيد اللي غادي يجي من الخميسات. دخلت في حالي للدار وجاني واحد الجوع في شكل واخا كنت معشي. كليت ومشيت نعست بلا ما نبدل حوايجي، كنت عيان بزاف. ما نعش الليله اللي فات، وعاد شنو داز عليا في هاد النهار عالم بيه غير ربي. ضرباتني الفيقة ولكن تا 9 ديال الصباح كنحس براسي في شكل شعور بحال الا خاصني نعط اي حاجه. حليت المجر وجبت باكيه ديال المسكه وكليتها كامله، 5 د المسكات كلهم كنمضغهم وبحال الا اول مره غادي نمضغ المسكه. خرجت من البيت ولقيت الوليد جار الباليزه وغادي مسافر. الوليد من النهار اللي خرج من الحبس والعلاقه ديالنا كتدهور، ما كنتسوقش ليه وحتى هو ما كيهدرش معايا. دزت من حداه وكملت طريقي. غسلت وجهي
وبقيت كنتأمل في الملامح ديالي في المراية، بحال الا تغيروا. كيفاش؟ وليت كنبان صغير، وحتى اللحية اللي كنت بدات كتنوض. دابا وجهي رطب. 20 عام في عمري وتقول عندي 15 عام. قلت يمكن كنتوهم، ولكن اللي كيهضر معايا كيقول لي انت محال تكون عندك 20 عام. في شكل هادشي خرجت وجلست في الصالون. ما بقيت باغي لا نقرا لا نتفرج لا والو. بالي كامل مع داكشي اللي سمعته البارح والكلام ديالها. بقيت تما في الصالون كنفكر وكنمضغ المسكه حتى سال لي الدم من لساني. منين شفت الدم تفكرت باللي اليوم ما رعافتش. هادشي في شكل اول مره ما نرعفش في الليل. مشيت بالزربه باش نقولها للوالده. تليفون صونا. شكون غيكون كيعيط في هاد الصباح؟ جاوبت الو. لقيتو الفقيه الصغير. من بعد عرفت باللي سميتو يوسف. بقى كيسولني كي بقيت وكيغدا الامور، وفي الاخير قال لي بلي تفاهم مع السيد وراه جايين عندنا نهار الخميس، يعني بعد غدا. قلت ليه واخا مرحبا، احنا كنتسناو. قبل ما نقطع قال لي بلاتي خاصني واحد الحاجه مهمه. قلت ليه شنو؟ بقى كيخربق عليا. قال لي جبد الكتاب وسير للفصل الفلاني والصفحه الفلانيه واعطيني شنو فيها. انا ما بقيتش قادر نعاود نشد داك الكتاب بين يدي. قلت ليه الوالد سافر وخدا معاه الكتاب يوريه لواحد السيد. غير سمع هادشي وهو يقطع عليا بلا ما يقول تا بالسلامه. مشيت قلت للوالده شنو كاين. بقى فيا الفضول على داكشي اللي سولني عليه، ولكن ما قدرتش نعاود نقرب للكتاب ولا نشوف فيه مره اخرى. جالس بوحدي، وكل مره كنقول دابا غادي تجي تهضر معايا ولا تخرج لي من شي قنت. ما وقع والو داك الصباح، والنهار كامل دوزتو مرتاح. واخا كنت قنطان وخاصني نخرج، ولكن قلت ما ناقصنيش المشاكل. بقيت كنطل من الشرجم بحال شي دري صغير ما خلاتوش مو يخرج للزنقه. ونفاس مع الدار ما كاينش البحر ولا الحديقه، كاين واحد الخربه جميع انواع الجرائم دازو منها، قتل اغتصاب كلشي. بقيت حاضي ولاد الحومه كيكميو. استغربت كيفاش انا الوحيد اللي خرجت مزيان في حومتنا. استغربت كيفاش صحابي اللي دوزت معاهم صغري الصغير فيهم دابا محكوم ب7 سنين. حياتي كامله تفكرتها من نهار فتحت عيني حتى النهار اللي جبت فيه الباك. كيفاش الناس كيزغرتو والدراري هازيني فرحانين بيا. الوالده عرفات تربيني وخسرت دم جوفها وباقا كتخسر. الهدرة الوحيدة اللي كنت كنقولها من نيتي هي ميمتي سمحيلي ضيعتك في داكشي كامل. شوية سمعت الصداع والعساس كيفارق، وانا نتفكر داك النهار اللي طار داك العساس قدامي. نسيت ما سولتهاش على داك النهار. رجعت للصالون وبقيت كنقول ندوي معاها، لا ما خاصنيش الصداع. شويه زعمت وبقيت كنغوت وكندور في جنابي. قلت غنغوت بجد، وقيلا هكا غتسمعني. غوت بجد وانا نسمع مالك حماقتي ولا شنو. نقزت من بلاصتي، درت مورايا، لقيت الوالده كتضحك عليا. الخوادريه كانت حداها، ما كنا كنقولوا ليها والو، ولحد الان باقا ما عارفه والو. قلت لها هذا واقيلا راه ولا كيتقرقب. ما ديتهاش فيها ومشيت لبيتي. دوزت النهار كامل ما كليت والو
غير مع البيسي. كنت كنشرب الماء بزاف. نعست ديك الليلة وفقت في الصباح ناشط ونورمال. فرحت وبديت كنقول واقيلا ما بقى تابعني والو. فطرت مع الوالدة وقلت لها لا خاصني نخرج، راه قنط في الدار. ما خلاتنيش وبدات كتغوت. ما ديتهاش فهدرتها ولبست عليا وخرجت للقهوة. ريحت مع الدري صاحبي وبقينا كنهضرو. كنت ما عمري ما عاودت شي حاجه من داكشي اللي كيوقع لي شي واحد. وقلت مع الدري صاحبي ويقدر يوقف معايا غادي نحاول نعاود ليه غير حاجه بسيطه من داكشي ونشوف ردة الفعل ديالو. قلت ليه راني ديما كنرعف في 3 د الليل وكنشوف شي حوايج. بقى كيضحك عليا وقال لي هادشي راه كيتيقوا غير الجهلاء والدراري الصغار، وباللي الا مشيت للطبيب غادي يعرف شنو السبب. دغيا قلبت الموضوع. داز شويه الوقت وشديت الطاكسي لدارنا. غير دخلت حيدت الكاسكيطه لقيتها عامره شعر وشعرات طوال بحال ديال البنات. ما عرفتش اش هادشي عاوتاني. مشيت دوشت ورجعت لقيت الدود البيت محروق وانا ما قادرش نخرج نجيب بوله جديده. قلت غادي نعس في الظلمه ونخلي الباب د البيت مفتوح. الوالده تعجبات مني غادي نعس بكري وانا كنبقى فايق حتى للصباح. هذيك الليله بالذات عمري غنساها واخا يجيني الزهايمر. شفت جهنم وانا باقي في الدنيا. مع 3 فتحوا عيني، ماشي حيت رعفت ولكن حيت لقيت راسي ناعس واقف. كيفاش؟ واقف وسط البيت ومربع يدي. حليت عيني ما فهمت والو، شهدت ورجعت لبلاصتي. عليت عيني في السقف بانت لي غير الضبابه. نط باش نشعل الضو لقيته ما كيشعلش. بغيت نفتح الباب لقيته مسدود. كنجرو ولكن مشدود. بقيت كنغوت. عييت نضرب في الباب حتى واحد ما سمعني. رجعت كنقلب على سوارت في حوايجي حتى تضربت في السقف ونزلت. انا في الاول صحاب لي واش طاح عليا الماريو اللي كان مورايا. مع الدوخه والظلام كي طحت وقفت وبديت كنغوت حتى حسيت براسي ويدي ورجلي مربوطين في الفراش. كنبغي نغوت ما كنقدرش، بحال الا شي واحد شاد لي فمي. الصوت ديالي ما كيتسمعش. بغيت نبكي وبكيت. بكيت ديك الليله بحال الا غادي نبكي اخر مره في حياتي. شويه حسيت بشي حاجه بحال الا الجوقه مجموعه عليا. كنبغي نغوت لساني معقود. رمشت بعيني وانا نتضرب في وجهي، ماشي بجد ولكن الطرشه بحال ديال البنادم. عاود ترمشت وانا نتضرب بجد كتر. الرمشه الثالثه جاتني الطرشه الصحيحه حتى نيفي بدا كيسيل بالدم. عييت صابر فتح عيني باش ما نرمش ولكن الصبر تسالى وعيني رمشات. تما ما بقيت حاس بوالو. غيبت في خطره حتى الصباح. في الصباح اول صوت غادي نسمعو ديال الوالده كتبكي. فيقا ولدي ما تخلعنيش عليك. فتحت عيني وشفت فيها. شهقت واحد الشاقه بحال الا كنت كنغرق. عليت عيني فيها شفت حوايجي لقيتهم كلهم دم. تقعدت وقلت صافي ذبحوني. الوالده بقات كتسولني مع من دابزتي البارح وكتقول لي ياك ما كاين والو، علاش ولدي كدير لي هكا؟ قلت لها ما دابزت مع حد وبقيت كنهدئها باش ما تزيدش تخلع. قلت لها راه غير رعفت بحال ديما ما تخافيش. شيرات على وجهي وقالت لي هادشي شنو؟ مشيت كنجري للمرايه ورجلي كنحس بهم غادي يعواجو. شفت في المرايه لقيت وجهي كله زرق. جهه وحده منفوخه بحال الا تضربت بشي باله والجهه الاخرى زرقاء. حيدت التريكو وتصدمت.
ما قدرتش نصبر وهرست المراية. كل مضروب. جلست حدا الوالدة وما عرفت ما نقول ليها. عاودت ليها كل شي وتصدمات وبقات كتبكي. داك الصباح كامل دوزتو غير حدا المراية، كنشوف وجهي وما قد لا نهدر لا والو. عيطت لموحة وما كيجاوبش، التليفون كيصوني والو. عاودت عيطت ليوسف وعاودت ليه شنو وقع لي، وقال لي راهم بداو كينتقموا مني وما غادي يبعدوا مني حتى نحماق. وصاني على شي حوايج خاصني نديرهم، وقال لي ما نخرجش من الدار حتى يوصلوا عندنا في العشيه، راهم شادين الطريق.